في أسبوع واحد فاز المغرب بكأس العالم وحسم ملفا ظن العالم أنه لن يحل أبدا. هل هذه صدفة أم أن المغرب بدأ يكتب مستقبله بيده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي مشاهدينا في فيديو جديد ليس ككل فيديوهات، لأن اليوم سنتحدث عن لحظتين عظيمتين غيرتا نظرة العالم إلى المغرب، مرة من ملعب الشيلي ومرة من قلب مجلس الأمن الدولي. في تشيلي لم يكتفي منتخبنا لأقل من 20 سنة بالمشاركة، بل توج بالكأس الذهبية، أول لقب عالمي في التاريخ الكرة المغربية، وأول تتويج عربي وإفريقي في أي فئة عمرية. والجميل هنا أن هذا الإنجاز لم يكن صدفة، بل ثمرة رؤية ملكية استشرافية آمنت بأن المستقبل يبنى من الصغر. شكرا لجلالة الملك محمد السادس، شكرا لفوزي القجع الذي وضع الثقة في الرجل المناسب محمد وهبي، وشكرا لكل لاعب صغير السن كبير القلب قدموا درسا في الانضباط والتضحية والانتماء. نعم، في عالم يحتفي بالنجوم فقط، قدم المغرب منظومة حيث لا يوجد احتياطي بل بطل. لكن بينما كنا نحتفل بالكأس، كان فريق آخر يعمل بصمت في نيويورك، فريق لا يرتدي زيا رياضيا بل يحمل جواز السفر مغربي وعقلا دبلوماسيا جادا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبرئاسة السيد ناصر بوريطة، وتنفيذ محكم من سفيرنا عمر هلال، حقق المغرب انتصارا دبلوماسيا تاريخيا. قرار مجلس الأمن الأخير لم يجدد فقط ولاية المينورسو، بل أكد بشكل صريح أن الحل الوحيد والواقعي لنزاع الإقليمي حول الصحراء هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا يعني نهاية مقولة تقرير المصير، اعتراف دولي بأن البوليزاريو ليست طرفا، وعزل دبلوماسي متزايد للجزائر التي ما زالت ترفض الحوار. اليوم لم يعد المغرب يدافع عن قضيته، بل يملي شروط الحل على العالم. وأروع من كل هذا أن أبناء الوطن، حتى أولئك الذين يعيشون في قلب أوروبا، لم يبقوا صامتين، منهم اللاعبين والمؤثرين والمهاجرين، كلهم ما شاء الله جميعهم نشروا نفس الرسالة: الصحراء مغربية. حتى الصحافة الإسبانية التي لا تتوانى عن الانتقاد المغرب اعترفت المغرب فاز دبلوماسيا، والعالم يدرك ذلك الآن. ومن بين أكثر اللحظات التي لمست قلوب المغاربة كانت كلمات حكيم زياش: نهار كبير بكم، وديما مغرب، وعاش الملك، والصحراء مغربية. الحمد لله. كلمات بسيطة لكنها جاءت من قلب. بعد فترة من سوء الفهم عاد حكيم إلى حيث ينتمي، إلى تمغربيت، إلى روح الجماعة، إلى الوطن الذي لا يدير ظهره لأبنائه. لأن المغرب كما قال جلالة الملك مغفور له الحسن الثاني سابقا، وأكده جلالة الملك نصره الله محمد السادس وشفاه وعفاه إن شاء الله لهذا البلد الكريم: إن الوطن غفور رحيم، ودائما ما ينتظر عودة أبنائه إلى حضنه. اليوم نفرح بالرياضة ونفرح بالدبلوماسية،
لكن التحدي الأكبر لا يزال أمامنا، أن ننقل هذه الروح إلى التعليم، إلى الصحة، إلى الإدارة، لأن الوطن لا يبنى فقط بالأبطال في الملاعب أو المحافل، بل بكل مواطن يؤدي واجبه بإخلاص. الطبيب، المعلم، المهندس، الفلاح إلى آخره. أنتم أيضا أبطال المغرب حقيقيون. إذا شعرت بالفخر وأنت تشاهد هذا الفيديو، لا تبخل علينا بلايك، واشترك في القناة وفعل الجرس، وشارك الفيديو مع كل مغربي بحب وطنه، لأن الفخر لا يحتفظ به لنفسه بل ينشر كنور. وشكرا لكم، وعاش الملك، الله الوطن الملك، وديما مغرب، صحراء صحراؤنا.